ما بتغيرش منها شيء، ولكن هي بتساعد. يعني احنا دلوقتي لو قمنا مثلا وعملنا تجربة عملية بسيطة جدا، احنا عارفين ان كل واحد طبعا بيبقى ليه مخاوفه، عادي، مخاوف في الحياة عادي جدا. يعني وليكن انا ممكن اضرب المثل بنفسي. انا ممكن طبعا كواحد بيقدم محتوى او كمذيع او غيره، كانت في بداية حياتي كنت بخاف من الكاميرا، من الجمهور، عادي جدا زي اي حد بيبدأ في الحياة، وطبعا كلنا بنتعلم وده مش عيب. فكنت بستخدم او بعمل حركة ذكية جدا. احنا عارفين طبعا ان ايه، احيانا بيبقى انك تشوف حاجة تخوفك، ده بيوقفك عن حاجات كتير جدا. ازاي؟ نشرح لكم اكتر. انت دلوقتي طبيعي جدا كواحد بتقدم محتوى في مكان محترم وكبير جدا، فهتلاقي فريق عمل وهتلاقي كاميرات قدامك وهتلاقي اضاءات ضاربه في وشك فانت هنا في الحاله دي ايه، بيحصل لك رهبه وذعر، وبتبدا ترتجف ومش عارف ايه، وما بيبقاش عندك السيطره الكافيه. انا واحد طبعا زي ما انتم شايفين ببساطه شديده نظري ضعيف شويه. طبعا هو النظر مش كله في العين، يعني ياما ناس عيونها سليمه ولكن برضو ايه، عندها مشاكل. فاحنا لو افترضنا ان انا نظري ضعيف شويه، يعني انا مجرد ما اقلع النضاره كده انا ممكن ما اشوفش لمسافه معينه بعض الاشياء تبان لي كأن لها الوان او مدخششه او هكذا. فانا ايه كان خوفي في الحته دي؟ كان خوفي مثلا ان انا ممكن مثلا مصورين او اي حد بيتحرك ورا الكاميرا كان بيعمل لي ربكه فظيعه جدا، كنت بخاف، وانا كنت من النوع اللي بيحرج. فلما جيت اتحطيت في اختبار صعب فعلا، واحنا كان عندنا دايما دقه قديمه كده، لما تيجي تتصور اقلع النضاره. قال ايه يعني؟ هبقى احلى، مع انه عشان الناس اتعودت على شكلنا بالنضاره، فمن غير نضاره يمكن مش بيعرفونا قوي. فلما جيت اخوض التجربه دي قلت سهله وبسيطه. النظر هو اللي بيسبب لي الخوف، طب سهله اهي. وحطيت النضاره كده وعرفت ان في بوكس قدامي اللي هو عدسه الكاميرا، لازم ابص لها واتكلم بشكل كويس جدا. واتكلمت، عاوز اقول لك كنت عامل زي الصاروخ، ما همنيش اي حاجه. وفي الحاله دي انا هنا قدرت اتغلب على خوفي، او اوصل الحاله النفسيه لمرحله ايجابيه لما غلبت المرض العضوي، لكن مش العكس. يعني دي ساعدت دي، ان المرض العضوي لما انا لغيته ادى ان انا ايه، ساعدني في الحاله النفسيه، فرفع مني خلاص، انا بقيت شايف الخوف اللي انا خايف منه فانطلقت بكل بساطه. فدي طريقه ذكيه جدا ممكن نستخدمها في حاجات كتير جدا ونربطها بالاحداث القديمه